في ليلة مظلمة الساعة كانت 3 الفجر. الدنيا ساكتة لدرجة انك ممكن تسمع دقات قلبك. يوسف كان نايم في سريره والدنيا ضلمة، بس في نور خفيف من اللمبة اللي في الصالة. فجأة سمع صوت زي همس، صوت بيقول اسمه. فتح عينه بسرعة وفضل ثابت مكانه. الصوت جاي من تحت السرير. قام يوسف ببطء، مسك اللحاف وهو بيرتعش ومد ايده يشغل الكشاف بتاع موبايله. نور الكشاف كان بيتهز من رجفة ايده، وقرر يركع على الأرض ويبص تحت السرير. أول ما شاف تحت السرير حس إن قلبه وقف، لأنه شاف حد نايم تحته بنفس شكله وبنفس وشه هو، وعينه مفتوحة وبيبصله. لو عندك قصة رعب حصلت لك أو حتى من خيالك ابعتها ليا وأنا هحولها لفيديو أنيميشن مرعب زي اللي شفته ده. دي هتكون سلسلة جديدة على القناة اسمها قصص المتابعين، واللي قصته هنختارها هنكتب اسمه في الفيديو. لو هو حابب اكتب قصتك في الكومنتات، مستني قصتك لو انت جريء.